مرحبتين اعزائي السعوديين واهلا بكم اعزائي المصريين في كل مكان وحلقه جديده على قناه صيع كوره. معاكم عبد الرحمن بكر، والنهارده هنقدم برنامج هيكون خاص بكل حاجه خاصه بالدوري السعودي وكمان الفرق الاهم بالنسبه للدوري السعودي، الفرق اللي عملت صفقات قويه جدا سواء كان بقى نيمار، مالكوم، نيفيس ومندي واسماء كتير قوي هنتكلم فيها. واسم البرنامج هيبقى شوت يا طويل العمر. طويل العمر يطول عمره ويزعزع عصره وينصره على مين يعاديه. هاي طبعا النهارده الحلقه بتتصور بعد ما الجوله الثانيه خلصت بالنسبه للدوري السعودي، فاحنا في الحلقه دي هنتناول الجوله الاولى والجوله الثانيه كملخص، وان شاء الله من بعد الجوله الثالثه هنبقى بنتابع كل جوله بجولتها وكل حلقه تنزل مجرد ما الجوله بتنتهي. بس قبل ما نبدا الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتصلي على النبي وتشترك في القناه لو انت اول مره بتتفرج علينا، وتفعل جرس التنبيهات عشان اي حاجه ننزلها يجي لك بيها اشعار. ومن غير كلام كتير يلا بينا نخش في اول حاجه. اول مباراه في الجوله الاولى كانت مباراه النادي الاهلي السعودي مع نادي الحزم. الاهلي السعودي اللي عائد بقوه بعد ما كان بيصارع في المركز، او مش في المركز، كان بيصارع في دوري الدرجه الثانيه. الفرقه قدرت تطلع مع بيتسو موسيماني وعملوا حاجه كويسه وقدروا ان هم يوصلوا لدوري روشن السعودي، وبالتالي بقوا دلوقتي موجودين في الدوري الممتاز مع ماتياس يايسيلا المدير الفني اللي عنده كميه نجوم في الفريق مش طبيعيه. وخلينا نقول برضو ان كل الاضواء مسلطه على الفرق كلها ما عدا الاهلي السعودي. الاهلي السعودي اللي عمل صفقات قويه، والاهلي السعودي اللي جاي من الدوري الدرجه الثانيه عشان ينافس على المركز الاول، او على الاقل يعني ينافس على المركزين اللي بيؤهلوا لدوري ابطال اسيا. ابرز الاسماء اللي كانت موجوده في تشكيله الاهلي السعودي في اول مباراه: مندي في حراسه المرمى، وعندك على اليمين علي مجرشي اللي عمل عرضيه كويسه قوي بالنسبه لفيرمينو او اسيست لفيرمينو اللي جاب بيه الهدف الاول، وعندك على الشمال سانت ماكسيمان، في النص كان في كيسيه، وعلى اليمين رياض محرز، واخيرا قدام كان موجود روبرتو فيرمينو البرازيلي الرائع اللي بيسجل في اول مباراه ليه مع الاهلي السعودي 3 اهداف. احداث المباراه كانت كويسه بصراحه بالنسبه للاهلي السعودي. الاهلي السعودي بدا التسجيل في الدقيقه 6، العرضيه بتاعت علي مجرشي والتسجيل من روبرتو فيرمينو. برضو الهدف الثاني جه بدري شويه، جه في الدقيقه 10 برضو روبرتو فيرمينو، ولكن من رياض محرز. جه فيينا في الدقيقه 50 من الشوط الثاني بيسجل لنادي الحزم السعودي، وبعدها فيرمينو في الدقيقه 72 بيسجل الهدف الثالث والاخير. والمناسبه روبرتو فيرمينو اتصاب وما كملش المباراه، ومش هنلاقيه في الجوله الثانيه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، ما لعبش مع الاهلي السعودي. بعد كده بنخش على يوم 12/8 اللي كان فيه مباراتين، طبعا مش هنلجأ لهم قوي او مش هنتكلم في تفاصيلهم، ولكن كان اولهم الفيحاء مع الخليج اللي تعاقد مع محمد شريف. الفيحاء كسب الخليج بنتيجه 3 اهداف مقابل هدف، الطائي كسب دونك بنتيجه هدف مقابل لا شيء. بعدها يوم 13/8 عندك الفتح تعادل مع التعاون، الرياض كسب الوحده 1-0. وعندك بقى اليوم الاخير في الجوله الاولى يوم 14/8، اليوم اللي كان قوي جدا جدا جدا. الهلال السعودي بيكسب ب3 اهداف برضه زي الاهلي السعودي مقابل هدف امام ابها. وعندك الاتحاد السعودي اللي بيفوز ب3 اهداف امام الرائد السعودي، و3 اهداف مقابل لا شيء يعني. وعندك بقى الاهداف اللي اتسجلت من خلال عبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق اللي يا جماعه يعني بالنسبه لي الراجل في الاتحاد غير ما هو موجود في المغرب. في المغرب الراجل كان ضايع تماما، ده رايي الشخصي يعني. بالمناسبه اكتب لي رايك في الكومنتس تحت، ايه رايك في عبد الرزاق حمد الله بشكل عام سواء كان في الفرقه بتاعته او في المنتخب المغربي. عبد الرزاق حمد الله بيسجل جول كويس. بالمناسبه الاتحاد احتاج 58 دقيقه عشان يسجل الهدف الاول عن طريق عبد الرزاق حمد الله، اللي كان بالمناسبه الباس او الاسيست كان من خلال كريم بنزيما. بيجي كورنادو بقى بعد الهدف الاول بتاع عبد الرزاق حمد الله بيسجل هدفين ورا بعض، الهدف الثاني في الدقيقه 73 والهدف الثالث في الدقيقه 79. الاتحاد السعودي بالنسبه لاول مباراه ليه وبالنسبه لغياب احمد حجازي اللي هيأثر بشكل كبير جدا في الشق الدفاعي، فكانت مباراه كويسه. كانتي برضو قدم مباراه كويسه. عبد الرزاق حمد الله زي ما بقول لك كان عامل مباراه جيده جدا. كريم بنزيما يعني مستنين منه اكتر من كده، الراجل كان تحركاته كويسه وكان بيخلق مساحات كويسه جدا وبيسحب معاه مدافعين كمان. وبالمناسبه هو زي ما قلت لك عمل التمريره الاولانيه اللي جه منها الهدف الاول للاتحاد السعودي. طبعا عندنا بعد كده مباراه الهلال اللي قلنا خلصت مع ابها بنتيجه 3 اهداف مقابل هدف. اللي سجل الاهداف برضو هو البرازيلي، ولكن مالكوم دي اوليفيرا كان عامل مباراه رائعه يا جماعه. وناس كتير قوي اتكلمت على مالكوم ان هو اتظلم في الفتره اللي كان موجود فيها مع برشلونه. بالمناسبه الراجل قعد حوالي سنه تقريبا وما كانش بيلعب كتير، وبرشلونه حالها ما كانش يعني الطف حاجه، وتقدر تقول ان ده اصغر لاعب موجود في الدوري السعودي من اللعيبه اللي جت من اوروبا واللعيبه اللي جت بمبالغ محترمه جدا. الراجل بيسجل 3 اهداف، الهدف الاول الدقيقه 31 بعد ناصر الدوسري لما عمل له الاسيست، 55 البريك بيعمل له الاسيست، و77 كانه الرائع في وسط الملعب بيعمل اسيست عشان يسجل بيه اول هاتريك ليه وتاني هاتريك بالنسبه للعيبه البرازيليه اللي موجودين في الدوري السعودي. تشكيله الهلال السعودي يعني هي لعيبه اصلا كانت قويه. تشكيله الهلال السعودي هي تشكيله قويه، تشكيله مش قليله مهما كانت
الصفقات اللي عملوها. خلينا نقول ان الصفقات دلوقتي بقى ابرز حاجه ممكن تستفيد بيها هي انها صفقات شو وصفقات اعلانيه وحاجه سبونسر كده، بغض النظر طبعا عن مالكم اللي خارب الدنيا يعني. ونيفيز بصراحه من بدايته في الدوري السعودي مع الهلال السعودي عامل مباريات رائعه. البليهي انا بصراحه يعني ما بشوفوش لاعب مؤثر قوي او لاعب قوي بالنسبه للهلال السعودي. عندك البريك ناحيه اليمين وعندك ناصر ناحيه الشمال. ناصر بصراحه كان عامل اداء رائع جدا، ناصر الدوسري، وعلى نفس الخط سالم الدوسري اللي برضه لاعب يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عليه بغض النظر عن كبر سنه، ولكن الراجل لسه موجود في الملعب ولسه بيقدر يدي كتير جدا. عندك على اليمين ميشيل ديلجادو اللي هو يعني ايه بيجي على فترات، ساعات يبقى مفوق ويجيب وساعات بيبقى رايح خالص. في وسط الملعب كان عندك نيفيز والجوير، وقدامهم كان مالكم اللي عامل اداء فوق الروعه، والحمدان اللي قدام. طبعا بقى نيمار لما يجي، نيمار هيبقى مكان مالكم، ومالكم هيخش جوه منطقه الجزاء كمهاجم اساسي او كراس حربه صريح. في حراسه المرمى بقى بتاعت الهلال السعودي بيجي المعيوف الحارس المرمى الاساسي للمنتخب السعودي. بصراحه ما اعرفش اذا كان حارس مرمى للمنتخب السعودي قليل ان هم يجيبوا له ياسين بونو، او بمعنى اصح يعني هل التعاقد مع ياسين بونو هو حاجه صح ولا غلط؟ ده اللي عايز اعرفه منكم. اكتبوا لي اجابتكم تحت في الكومنتس وانا هقول لكم رايي. بالنسبه لي ياسين بونو حارس مرمى كبير، حارس مرمى المنتخب المغربي الاساسي. المعيوف حارس مرمى كبير، حارس مرمى المنتخب السعودي الاساسي. ما اعتقدش ان الاثنين يبقوا موجودين في فريق واحد، ده هيبقى حاجه عادله، لان هيبقى ظلم بالنسبه لواحد على حساب الثاني. لان يعني مهما كانت بطولات الهلال السعودي اللي بيشارك فيها مستحيل تحتاج لحارسين بالقيمه الكبيره دي يبقى واحد فيهم على الدكه وواحد فيهم اساسي. طبعا بره كان عندك ياسر الشهراني اللي ربنا رجعه لينا بالسلامه بعد الاصابه القويه اللي كانت في المنتخب السعودي. سعود عبد الحميد اللي بالمناسبه هو ظهير رائع جدا، وبرده لما بيدخل في وسط الملعب بيبقى رائع. محمد كانو اللي برده وسط ملعب رائع جدا، وطبعا ميلانكوفيتش سافيتش. نخش على المباراه اللي بعد كده واللي هي كانت مفاجاه بالنسبه للنصر السعودي اللي بيخسر بنتيجه هدفين مقابل هدف في اول مباراه ليه. الفريق اللي اخترع بدعه الدوري السعودي واللي اخترع ان اللعيبه ينفع ان هي تروح للدوري السعودي، اللعيبه الاوروبيه القويه جدا. طبعا ساديو ماني هو اللي كان بادئ المباراه دي. يعني خلينا متفقين ان تشكيله النصر السعودي هي مش مدججه باللعيبه قوي او مش مدججه بالنجوم قوي، بغض النظر عن كريستيانو رونالدو وبغض النظر عن ساديو ماني. فيعني وطبعا سلطان الغنام وكم اسم كده. اعتقد ان النصر السعودي محتاج لمدير فني غير كاسترو، ومحتاج لعناصر يعني ممكن مثلا محتاج حارس مرمى، محتاج في خط الدفاع. لسه هنتكلم خلال الجولات الجايه النصر السعودي محتاج ايه عشان يوصل للقب دوري روشن السعودي. وبالمناسبه برضو النتيجه اللي حصلت للنصر السعودي دي بتبين لكم توقعاتنا ازاي كانت صح. وبالنسبه للجولتين بشكل عام برضو احنا توقعاتنا لو ما حدش خد باله منها، الهلال السعودي بطل الدوري، وتاني الدوري هو الاهلي السعودي، الاهلي اللي هيصارع بالنسبه للمركز الاول والثاني عشان يقدر يشارك في دوري ابطال اسيا. كان عندك بعد كده اخر مباراه وهي مباراه الشباب مع الاخدود واللي خلصت بنتيجه هدف مقابل هدف. وندخل بعد كده على الجوله الثانيه اللي بدات بالاهلي السعودي مع الخليج السعودي، وبرضه بنفس النتيجه بيفوز الاهلي ب3 اهداف مقابل هدف. ولكن الاهلي المره دي ما بيلعبش بفيرمينو لان فيرمينو اتصاب في المباراه اللي فاتت. بيسجل الاهداف روجير وبعدها رياض محرز في الدقيقه 45 او الدقيقه 46. وعندك بعد كده النابت بيسجل في الدقيقه 101 او 11 بلس 90. اللي بيسجل هدف ناحيه الخليج كان منصور حمزي. بالمناسبه برضو عندي مشكله شويه في حته مواعيد الدوري السعودي لان الفرق كلها بتلعب في نفس الوقت. طبعا الدوري السعودي مستحيل يلعبوا بقى الساعه 4 والساعه 2 والساعه 1 الظهر والكلام ده. فيعني نحاول ان احنا نخلي المواعيد تبقى ورا بعضيها او ما نخليش الماتشات المهمه تبقى في وقت واحد عشان نقدر نركز ونتابع على الاقل ال5 ماتشات او ال5 فرق اللي هم مهمين او 6 فرق اللي هم مهمين بالنسبه للدوري السعودي. بندخل بعد كده على تاني مباراه في الجوله الثانيه، ضمكو والرياض بتخلص بنتيجه 2-2. الاتفاق بيفوز على الحزم 2-0، والوحده بيفوز على الشباب بنتيجه 3 اهداف مقابل هدف. وبيجي النصر السعودي في ماتش بصراحه ما قدرتش افهمه لحد النهارده، لحد ما انا بكلمكم. تشكيله النصر قبل ما اقول لك النتيجه كان رونالدو قدام، بروزيتش تحتيه، تاليسكا وماني، فوفانا والخبيري، على اليمين سلطان الغنام كظهير يعني، وعلى الشمال كونان، العمري ولاجمي، وفي حراسه المرمى وليد عبد الله. كونان يعني بصراحه كان خانقني في الماتش، الخبيري كان خانقني اكتر. عبد الرحمن غريب لما نزل يعني ما حسيتش بالفرق قوي. عبد الرحمن غريب قصير، هو شويه قصير القامه، ما حسيتش برضو ان هو فارق. يمكن بروزوفيتش اللي كان عامل اداء اقوى شويه بالنسبه للمباراه. تاليسكا كان مختفي تماما لحد تقريبا نص الشوط الثاني او 3/4 الشوط الثاني. من رايي فوفانا كان عامل اداء رائع جدا، تسديد من بره المنطقه والراجل بيحاول يعمل على قد ما يقدر. ده كان بالنسبه للعيبه اللي تالقت. بالنسبه للنصر السعودي كريستيانو رونالدو كان مختفي تماما، ما كانش موجود الا طبعا في اخر 10 دقائق كل اللعيبه ظهرت بقى. سلطان الغنام لا غبار عليه يا جماعه،
سلطان الغنام بالنسبه لي هو افضل ظهير ايمن في الدوري السعودي وفي اسيا كلها، واحسبها زي ما انت عايز تحسبها. انا بالنسبه لي سلطان الغنام ظهير رائع مفيش كلام على كده. ودايما لما كريستيانو رونالدو بيسجل بيبقى بنسبه 80% تقريبا العرضيه او الباس جاي من سلطان الغنام، مع انه سلطان ظهير وكريستيانو بيلعب في مركز راس الحربه الصريح. المباراه دي خلصت بنتيجه هدفين مقابل لا شيء، ولكن لصالح التعاون. الفريق يا جماعه اللي محترم جدا جدا جدا. سجل الهدف الاول توامبا اللي هو لاعب يعني خلاص فاضل له سنتين ثلاثه ويطلع معاش، اساسا كان يعني راجل بيكح وهو بيجري، ولكن سجل هدف. عندك ماتيوس كان ناحيه اليمين كان عامل اداء فوق الروعه. طبعا بقى كل اللعيبه بتاعت التعاون كانوا رائعين للغايه، واولهم طبعا ميلسون اللي كان متالق جدا في حراسه المرمى مع خط الدفاع، عشان ما نقللش من حق خط الدفاع. خط الدفاع في اخر ربع ساعه او ثلث ساعه شال من النصر بتاع 300 400 هجمه، كان ممكن طبعا النتيجه تتغير. طبعا كل الشكر وكل التقدير لبركيلس شاموسكا المدير الفني لنادي التعاون. التعاون بالنسبه للمنظر اللي شفناه في المباراه دي مستنيين منه حاجه قويه جدا. بنخش بعد كده على مباراه الاخدود اللي بيطرد منهم واحد وبيخسروا بنتيجه 3 اهداف مقابل هدف امام الفتح السعودي. واخر 3 مباريات في الجوله ابها بيفوز على الرائد بنتيجه هدف مقابل لا شيء. الهلال السعودي في مفاجأة في الجولة الثانية بيتعادل مع الفيحاء بهدف مقابل هدف، واللي سجل الهدف بالنسبة للهلال السعودي كان اللاعب عبد الله الحمدان. يعني طبعا خيبة امل بالنسبة للهلال السعودي، ولكن اوعى تنسى ولازم افكرك ان نيمار جاي. مهما كان نيمار كبير او نيمار مش مركز او نيمار رائع. نيمار بلمسه واحده يوصلك لحد الجول وانت تخرب الدنيا. الفيحاء عمل مباراه كويسه قدام الهلال السعودي، واعتقد ان حارس المرمى هو كان ابرز حاجه، وطبعا المهاجم سكالا اللي سجل الهدف بالنسبه للفيحاء. عندك اخر مباراه كانت في الجوله دي هي الاتحاد مع الطائي، والاتحاد يعني ماشي بخطى ثابته بالنسبه لغياب احمد حجازي. اعتقد ان دي يعني نتائج كويسه. عبد الرزاق حمد الله بيواصل التسجيل للمباراه الثانيه، وصالح جمعان العمري بيسجل الهدف الثاني. عبد الرزاق حمد الله بيسجل في الدقيقه 54، وصالح بيسجل في الدقيقه 91. دي كده كانت حلقه خاصه بملخص الجولتين الاولانيين بالنسبه لدوري روشن السعودي. عايزك تقول لي رايك في الكومنتس، هل نمشي بالطريقه دي ولا مثلا نركز على فرق معينه او نركز على مباريات معينه ونتطرق للجوانب الفنيه بتاعتها؟ اصل خلي بالك لما يبقى بيتلعب 3 أو 4 مباريات في نفس الوقت مستحيل ان انا اقول لك اللي بيحصل بالنسبه للثلاث 4 مباريات وانا ما اتفرجتش عليهم. انا هقول لك على الاحداث اللي شفتها في المباراه او المباراتين اللي اتفرجت عليهم في الجوله، وهنقل لك الاخبار وهنقل لك الحاجات اللي حصلت بالنسبه لبقيه المباريات اللي ما قدرتش ان انا اتابعها، او على الاقل حتى نتفرج ليها على الملخص ونشوف طريقه الاهداف ونتكلم فيها. بس خلي بالك كل ده برضو هيجي على حساب وقت الحلقه. قول لي بقى رايك في الكومنتس تحت في كل الكلام ده، لان رايك مهم بالنسبه لي جدا، واكيد انا بعمل الفيديوهات دي عشان انت تتفرج عليها. دمتم في امان الله. واخيرا قبل ما نقفل الحلقه ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتكتب كومنتس برايك في الحلقه بشكل عام، وتشترك في القناه لو انت اول مره بتتفرج عليها، وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك اي حاجه بننزلها. دمتم في امان الله. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جديده من برنامج شوط يا طويل العمر، والسلام عليكم.